السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم معايا النهاردة في مطبخي، معاكم شيماء صابر. النهاردة هنعمل حاجة كده خفيفة لو انتي مستعجلة كده، عايزة تعملي عشوة خفيفة، غدا خفيف سريع. هنعمل النهاردة بيتزا جلاش. هنعملها بيتزا بنفس مكونات البيتزا، بس بدل العجين هنحط جلاش. هقول لكم بقى دلوقتي على المقادير. عندي هنا جبنة موتزاريلا وجبنة شيدر وجبنة رومي مبشورين، وعندي طماطم مقطعة شوية حلقات وشوية مقطعاهم صغير كده، ولان انا هحط الحلقات دي على الوش عشان يبقى شكلها حلو، هي والفلفل برضو. وعندي فلفل برضو مقطعاه كده صغير، ده هيتحط جوه في الحشو. وعندي زيتون اخضر واسود، وعندي هنا سوسيس مقطعه معاه بصلايه كده ومشوحاهم مع بعض على النار كده بشويه زيت صغيرين. ممكن بقى تعملي انتي لحمه مفرومه معصجه، فراخ مثلا متقطعه كده مع فلفل الوان وبصل. ممكن تحطي بسطرمه، ممكن تحطي سجق. يعني الحشوه دي بتبقى على مزاجك بقى. ممكن تعملي خضار بس، يعني على حسب ما انت عايزه. وعندي هنا بيضتين وكوبايه ونص لبن، ومعاهم شويه ملح وفلفل اسود. طبعا عندي هنا الجلاش، عندي ورقه جلاش، وعندي كمان سمنه او زبده ومسيحينها كده عشان هندهن ما بين الطبقات. دلوقتي بقى هجيب الصينيه وهنحطها بقى مع بعض ونركب مع بعض. ادي الجلاش بتاعي. طبعا احنا طالما معانا جلاش يبقى جنبنا فوطه نظيفه، لان انا هاخد طبقه ونغطي طبقه واغطي علشان ما يتنشفش، لانه بينشف بسرعه. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ اديني فردت ورقه الجلاش، وعندي الصينيه دهنتها بالسمنه. هبتدي اخد ايه، بصوا يعني ممكن وارد قوي ان الجلاش بتاعك يبقى فيه حتت مقطعه كده، عادي خالص. الحته اللي متقطعه دي انا هحطها في النص، مش هتبان خالص، وهخلي الورق السليم يبقى تحت وفوق. خلاص اهو كده. حبه دول خليهم كده على جنب، نحطهم في النص. وهحط بقى من الورق ده، هحط ورقايه تحت كده. عايزه بس اوريكم. هاتني بقى الحروف بتاعتها كده اللي جوه كده اهو، وهدهن بقى دهنه خفيفه كده، مش كتير يعني. وهاخد واحده كمان نحطها عكس التانية، وهدهن دهنة بقى خفيفة برضو. وهفضل اعمل كده لغاية لما اعمل نص ورقة الجلاش تحت، وبعدين هنحط الحشو. خلوني احط بقى انا مع نفسي كده النص اللي تحت ده، وبعدين هكمل معاكم. انا كده بقى رصيت نص الصينية. هبتدي اخد بقى ايه الاول، رشة جبنة موتزاريلا عشان تمسكلي الخضار والحشوة اللي انا هحطها، ورشة جبنة رومي برضو مع الشيدر. وبعدين احط السوسيس بتاعي، وهسيب شوية هحطهم على الوش برضو، واحط بقى عليهم شوية الطماطم والفلفل. احط هنا شوية طماطم مش عايزاها ببذر علشان ما تنزليش مية على الجلاش بتاعي. واحط شوية فلفل كده، زي ما نكون بنعمل بيتزا بالظبط. نحط شوية زيتون، كده. خلي بالي ما اجيبش على الحروف قوي عشان ما تطلعش منها وتتحرق. احط لها برضو شوية جبنة بقى تاني من فوق كده. وبعدين انا هحط بقى ايه، قلنا المقطع هنحطه في النص
بس ثانية واحدة نسيت اقول لكم، هنحط هنا شوية صغيرين من الخليط ده، حاجة كده بسيطة تمسك لي الخليط وتطري لي برضو الجلاش بتاعي. خلاص كده هحط بقى الجلاش. شفتوا مش هيفرق اي حاجة لما نحطه في النص. هكمل برضو، هحط برضو كده سمنة، هدهن سمنة، وبعدين هبتدي ان انا ايه اكمل باقي ورقة الجلاش دي احطها عليها، ونشوف الوش بقى بتاعها هنعمل فيه ايه. كده خلاص بقى انا عملنا الورقة بتاعتنا كلها اهي. هبتدي برضو احط شوية جبنة كده صغيرين برضو الاول زي ما بنعمل في البيتزا، وبعدين احط شيدر ورومي برضو، وبعدين هنحط الطماطم. لا الاول نحط زيتون، وهحط حلقات طماطم عاملينها رقيقة مش عريضة، حلقات فلفل كده، نعملها كده بس كده. نحط شوية كمان زيتون، وبعدين نحط ايه تاني بس كده. ممكن بقى نحط شوية قبل ما احط الجبنة هبتدي ان انا اقطع دي بسكينة تكون حامية، ونقطعها بقى ايه قبل ما تدخل، عشان لما هنحط لها الخليط اللبن بالبيض تشربها وتخش جواها تخليها لي طريه وطعمها حلو، وهتبقى مقرمشه من بره وطريه من جوه كده. بس كده هنحط بقى شويه برضو طماطم من هنا، نخليها غنيه كده وبرضو سريعه وحلوه جدا، طعمها حلو قوي قوي، وتبقى انت عملتي بيتزا بطريقه سهله جدا في ثواني بقى للعشاء او للغدا. شويه جبنه بقى كده حلوين كده، شويه جبنه شيدر، طعمها بيبقى تحفه يا جماعه، جربوها والله العظيم هتعجبكم جدا. انا عايزه اخلي الفلفل يبان بس على الوش كده هو والطماطم كده بس. هحط بقى عليها الخليط اللي احنا قلنا عليه ده. بسم الله. هروح بقى احطها في الفرن على درجة حرارة عالية. هي كده كده كل حاجة تعتبر مستوية، السوسيس جوه او الحشوة اللي انت هتعملها تبقى حشوة مستوية، والخضار ده مش هياخد وقت هو والجلاش. هحطها بقى كده في الفرن على درجة الحرارة العالية دي حوالي 220 240، وفي الرف اللي في النص من غير ما نولع الشواية، واسيبها لغاية لما تستوي وتتحمر مع نفسها. هروح احطها ونشوف نقدمها مع بعض ازاي. وادي البيتزا جلاش طلعت معانا، شايفين شكلها جميلة قوي وحلوة جدا. وادي الصينية ما لزقتش فيها
ولا اي حاجة. طلعتها من الفرن، سبتها تهدى شوية، تغطيها بس بفوطة كده خفيف عشان وشها يبقى طري شوية معانا وخلاص. وادي الصينية ما فيهاش اي حاجة، ما لزقتش. وادي البيتزا ومتحمرة برضو من الجناب ومن تحت اهي، وطعمها حلو جدا والريحة مش قادرة اقول لكم. هقطعها بقى معاكم. نقطعها كده بسم الله اهي. احلى بيتزا سريعة وطعمها يجنن. ولو عجبتك بقى الوصفة ياريت لايك وشير وسبسكرايب اشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.